اشتغلت 8 سنين وما حوشتش جنيه. ليه بقى ما حوشتش جنيه؟ ده عنوان الفيديو، وده مضمون الفيديو اللي انا داخل اكلمك عليه، او اكلمك وافضفض، ويمكن تستفاد حاجة زي ما انا استفدت بالتجربة. اشتغلت من سنة 2008 بمرتب ثابت وكل شهر وملتزم بالشغل وبقبض والدنيا تمام. بعد 9 سنين او 8 سنين بالظبط عشان الدقة، ما معيش جنيه. الفلوس ما بتقعدش، الفلوس بتروح فين معرفش. لما كنت ابص على ناس شغالة نفس الشغلانة بتاعتي وصحابي وزمايلي، بلاقيهم بيعملوا فلوس وبياخدوا خطوات في حياتهم وانا مفيش. طب ليه؟ ايه اللي يفرق؟ اللي يفرق يا صاحبي واللي انا طالع اكلمك عليه هو اسلوبك، هو اسلوب حياتك. تمام؟ بتتعامل مع الفلوس ازاي؟ زمايلي اللي هم كانوا بيعملوا فلوس كانوا بيربطوا نفسهم بحاجة اسمها الجمعية. تمام؟ هو بيجي كل أول شهر بيقص من المرتب بتاعه جزء، ده رايح للجمعية، ده السيفنج، ده التوفير بتاعه. تمام؟ شهريا. أنا كنت بمجرد ما أمسك المرتب أفكر أنا هصرفه إزاي، المرتب ده هيروح فين، أنا هخرج فين وهجيب لبس إيه وهصرف إيه وممكن أكون بصرف في حاجات مش مفيدة، يعني حاجات مش اللي هي ولا مثلا كورسات فانت بتطور نفسك، ولا مثلا بتتصدق فنقول انك انت بتصرفها كتير او بتصرفها في حاجه، او بتصرفها في حاجه كويسه. يعني بالعكس، انت بتصرف الفلوس في حاجه في غير مكانها خالص. طب ايه اللي خلاك بعد كده يبقى معاك فلوس او بعد كده تعرف تحوش حاجه؟ ان هي غيرت العقليه بتاعتي في التعامل مع الفلوس. بمعنى، لا خلاص انا هشتغل وفي جزء لازم حتى لو قليل لازم يتشال على جنب، يا اما تدخل بيه جمعيه، يا اما انت لو تعرف تشيل شيل على جنب. لكن فكره ان انا كل اللي يجي اصرفه، في اوقات كان بتيجي على الواحد ما مش بينزل يشتغل، تحصل ظروف فممكن يقعد من الشغل شهر ولا حاجه، بتبص ما بتلاقيش فلوس، ما بتلاقيش معاك حاجه تساعدك انك انت تبقى ايه، قاعد مرتاح بتدور على فرصه تاني او لا، انت بتبقى قاعد تحت ضغط وتحت ستريس. ليه؟ لانك انت ما عملتش لليوم ده. فمن ضمن الحاجات اللي بتخلي الواحد ان هو يدخل في تعثر ماديا، مش فكرة انه المرتب بتاعه ضعيف، لا، فكرة انك انت بتستخدم راتبك، او ما عندكش فكرة التوفير، او ما عندكش فكرة السيفنج، او ما عندكش فكرة انك انت لا، انا الراتب اللي هيجي لازم فيه جزء بيتشال مني. لكن العقلية بتاعت اللي هو والله يا اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ونعم بالله، بس ما بتتحسبش كده. لأ، وأنت لازم تعمل حسابك، لازم يبقى في جزء على جنب. مش أنت ما معكش فلوس مش عشان أنت راتبك قليل، أنت عشان بتتعامل غلط مع الفلوس، زي ما أنا كتير سنين كنت باتعامل غلط مع الفلوس. أنا أتذكر في وقت كنت محتاج رقم معين، لأن كنت داخل على مرحلة في حياتي ومحتاج الرقم ده. أنا تقريبًا كل اللي حوالين مني ما كانوش مصدقين إن أنا ما أملكش فعلًا حاجة، إن أنا على الله. طب ليه؟ لأن أنا ما كنتش بافكّر لقدّام، وكان تعاملي مع المال غلط. أنا اللي بييجي بافكّر إزاي أصرفه، مش إزاي أوفّر، أو إزاي إن أنا أدّخر، أو إزاي بعد كده أفكّر إن أنا أستثمر الحاجة القليلة اللي معايا. لأ خالص. لمّا كان حد ييجي يقول لي تعالَ ادخل مثلًا جمعية، أو تعالَ نعمل حاجة، كنت لا، 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 أنا مش ما ليش في الكلام ده. جمعية إيه وبتاع إيه، وهاشيل كام في الشهر يعني، وعلى آخر السنة هيبقى معايا كام؟ مع إنه لأ، الحاجات الصغيرة بتفرق، ما هو الصغير بيكبر. وحتى لو أنت الرقم اللي معاك يعني مش هيغيّر حاجة في حياتك ورقم صغير، بس أنت اتنمِّت عندك أو اتربِّت عندك عادة اسمها عادة التوفير، عادة إنك أنت تعرف تشيل حاجة، دي مهارة. لكن أنت اللي ييجي بتصرفه هتلاقي نفسك
في الآخر المطاف مفيش. ومش براتبك أنت بتاخد كام، مش بالمرتب ضعيف ولا قليل. في ناس بتاخد مرتب كبير وفي نفس الوقت ما معهاش حاجة، وفي ناس بتاخد مرتب زيها وحياتها اتغيرت وفرقت في حاجات ياما. فهي بتعتمد تعاملك انت مع الفلوس ازاي. طيب هتزود رزقك او هتزود راتبك او هتزود فلوسك ازاي؟ طيب لما يجي اخر الشهر هتبقى عارف انه في جزء هتطلعه لله وفي جزء هتشيله، واللي بيتبقى بتعيش بيه حياتك بقى وتشوف ايه التزاماتك والحاجات دي. لكن اللي هيجي كتوتال الراتب بتشوفه بتحطه في حاجات كلها ترفيه ومش بتفكر في بكرة، هتعدي عليك سنة واتنين وتلاتة وهتلاقي نفسك معكش حاجة. هتبدأ تحس وتلمس ويبقى معاك فيزيكال في ايدك الفلوس لما تغير عقليتك، لما تعدل تعاملك مع المال ومع الفلوس. كل حاجة بتبدأ من هنا، كل حاجة بتبدأ من هنا. مش مهم انت بتاخد كام، المهم الكام دول بتتعامل معاهم ازاي. سلام عليكم.